طبعا كلنا شفنا مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، واللي باريس سان جيرمان قدر يدوس على وش ليفربول، بس ليفربول خطف هدف، وطبعا كان هدف غير مستحق بالمرة، لأن كان في تفاصيل كتير في المباراة أنا حابب أتكلم فيها، فخليك معايا. يلا بينا. ليفربول في الدفاع قدام باريس سان جيرمان في الشوط الأول كان من طرف واحد زي ما كان متوقع. باريس مش بس مسك كورة، لا ده سيطر تماما على كل مراحل اللعب. أليسون كان هو نجم المباراة بدون منازع. باريس قفل الملعب تماما في وش ليفربول، والكلام ده منعه من عملية البيلد أب بشكل سلس، وباريس كان بيعتمد على ضغط رجل لرجل بطريقة ذكية ومرنة، وده خلى ليفربول ان هو مش لاقي حلول كتير ان هو يخرج بالكرة على الارض او يعمل عملية البيلد اب. كفارة وديمبلي كانوا دايما بيضغطوا على قلب دفاع ليفربول، وحكيمي كان بيطلع يضغط على روبرتسون، وباركولا كان دايما مع ارنولد، والشكل ده خلى ليفربول جاله حالة شلل في عملية بناء اللعب، وخلى أليسون او اي مدافع من ليفربول لما بيستلم الكرة بيكون مضطر يلعب الكرات الطويلة، مفيش حلول طبعا على الارض، وده كان هدف انريكي من المباراة. سان جيرمان لما كان دايما معاه الكرة كان بيعتمد ان هو يعمل زيادة عددية بين الخطوط، او يعمل زيادة عددية على الاطراف، او يلعب 1 ضد 1 على الاطراف. الفريق كان بيتحول لتشكيلات مختلفة زي مثلا 3-2-5 او 3-1-6، وده كان بيحصل لما نيفيز ورويز يتقدموا في انصاف المساحات، وكفارة كان بيرجع بين الخطوط علشان يخلق موقف 2 ضد 1 على وسط ليفربول، وده كان بيسهل المهمة على رويز أو نيفيز في استلام الكرة واستغلال المساحات. خطة باريس سان جيرمان كانت واضحة من البداية إن هم بيضغطوا ضغط فرد عشان يستردوا الكرة بسرعة، وتاني حاجة خط الوسط بتاعهم مترابط مع مهاجمين وهميين. وكان الهدف الأول لباريس وإنريكي إن هم عايزين دايما يسيبوا الأطراف بينهم وبين ليفربول 1 ضد 1، لأن عندهم مهارات كبيرة جدا سواء في ديمبلي أو باركولا على الشمال. ديمبلي وكفارة وباركولا كانوا معزولين ضد ظهيري ليفربول، وده خلى باريس يتحكم تماما في الأطراف. النتيجة إن باريس سدد 12 كرة منهم 3 فرص محققة. متوسط جودتهم في التسديدات أو الإكس جي بتاعهم كانت 0.12 لكل تسديدة. وطبعا ليفربول كان بيعاني لأن عمره ما استقبل اللعب والتهديد على مرماه بالشكل ده. تشكيلة ليفربول ودايما بيعتمد سلوت على 4-2-4 خلت الفريق مكشوف دايما، وحكيمي كان عنده حرية في الهجوم، وديمبلي وباركولا عملوا من أظهرة ليفربول الجلاش في المواجهات الفردية. لكن في الشوط الثاني الوضع اتغير جدا، لأن سلوت بدأ يفطن لحاجة بسيطة إن هو ما يسيبش الأظهرة بتاعته 1 ضد 1. لا باريس سان جيرمان مستحوذ زي ما هو، بس ما بقاش يهاجم أو يهدد مرمى ليفربول زي الأول. الاستحواذ كان استحواذ في وسط الملعب بس، ومنعهم اكتر من مرة ان هم يلعبوا الكرة على الاطراف اللي كانت هي نقطة قوتهم، اللي هم بيهاجموا بيشكلوا خطورة منها، وده طبعا قلل من تهديد مرمى ليفربول في الشوط الثاني، وقلت نسبة التسديدات لفريق باريس سان جيرمان، وقلت نسبة الاهداف المتوقعة لباريس سان جيرمان ل 0.02 من ال15 تسديدة. ايه اللي حصل بقى واللي سلوت عمله عشان يقلل نسبة التهديد على المرمى في الشوط الثاني من فريق باريس سان جيرمان؟ ان سلوت عدل شوية في طريقة 4-2-4، وكانت اقرب ل 4-3-3 في الشوط الثاني، ان خلى لويس دياز ينزل لوسط الملعب عشان يقفل على حكيمي ويمنع المواجهات الفردية سواء ديمبلي على اليمين او باركولا على الشمال، وكده قفل خط الوسط والدفاع بشكل كويس، وخلى الاستحواذ معظمه في وسط الملعب. الشكل ده خلى طبعا ان ليفربول يضحي بمهاجم اللي كان دايما بيستفيد منه في التحولات الهجومية، وخلاه ينزل يدافع مع خط الوسط، وده خلى باريس ان هو قدر يستحوذ بالكرة اكتر في نص الملعب، لكن الاهم ان الخطورة ما بقتش في الاطراف، وده ريح شوية لعيبة الاظهرة بتاعة ليفربول اللي كانوا متهانين حرفيا في الشوط الاول. طيب لو قلنا ان خطة ليفربول اللي لعب بيها كانت صح، هقول لك لا طبعا، لان أليسون كان هو نجم المباراة الاول، وطبعا ده بيدل ان ليفربول اتهان حرفيا في المباراة دي. بس طبعا لويس انريكي كان اخطأ في حاجة واحدة بس، ان هو ما لعبش براس حربة من البداية، وكان لعب ب2 مهاجمين وهميين، وده كان خطأ كبير جدا. كان ممكن يخلص المباراة من البداية لو لعب براس حربة. نرجع ونقول ان ليفربول فلت من هزيمة تقيلة جدا امام باريس حتى لو هو ما لعبش براس حربة. وجينا للنهاية، وسؤال حضراتكم اتمنى تجاوبونا عليه في التعليقات: هل باريس سان جيرمان يقدر يخطف بطاقة التأهل على ملعب الانفيلد، ولا ليفربول كالعادة هو مرعب على ملعب الانفيلد ويقدر يخطف بطاقة التأهل؟ كان معكم محمود الجندي، ما تنساش لايك والمتابعة، وبشكركم.